أنا هأسأل سؤالين. لماذا لم تكن بمصر فتنة طائفية قبل مجيء البابا شنودة؟ السؤال الثاني، احنا عندنا في مصر كل الطوائف المسيحية، وعندنا كنيسة انجيلية، وعندنا كنيسة ارثوذكسية، وكنيسة كاثوليكية. لماذا ليست هناك مشكلة فتنة إلا مع البابا شنودة في الكنيسة الأرثوذكسية دون الإنجيلية ودون الكاثوليكية؟ القضية ليست قضية بشوي. الذي قاله بشوي أمرين: طعن في القرآن الكريم، هذا قاله البابا شنودة في كتابه المسيحية والقرآن المطبوع في مطبعة المجد في محرم بيك في الإسكندرية. يعني أصلا بوضوح في العمارة، يعني هم تتهم البابا شنودة بإثارة الفتنة الطائفية، هل هذا ما تقول؟ نعم 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 نعم، هذا مشروع البابا شنودة منذ أن جاء، بل منذ سنة 48. بشوي قال المسلمين ضيوف عندنا ووافدين، هذا قاله البابا شنودة دكتور عمارة في 1 يناير سنة 51. هذه اللهجة التي تحدث بها هي على عكس اللهجة التي جاء بها بيان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، جاء بلهجة تصالحية، لهجة تهدئة. يعني كيف يمكن أن نفسر هذا التناقض في الحديثين، في بين الخطابين، ما بين ما تقوله وبين هناك تناقض؟ لا، ليس هناك تناقض، وأنا كنت حاضر في المجمع. الأغلبية أحرص على الوحدة الوطنية، وهي تحذر وتجعل المساس بالعقائد الإسلامية خط أحمر، فهو ليس يحذر. لماذا؟ لأنه التحذير والموقف الحازم هو الذي يوقف أعمال العنف التي يمكن أن تتهدد الأمن الوطني والوحدة الوطنية. إذا نحن نقول دكتور عمارة، لكن أنت ما قالت أنه لن يحقق قبل يعني بس البابا شنودة لا يتدخل في مسائل فوق الدولة. نعم، لكن كما قيل قبل قليل بأن البابا شنودة لا يتدخل في هذه المسائل الخلافية، والأنبا بشوي كان قد عبر عن نفسه وقال بأنه أسيء فهمه، فلماذا يعني تأجيل الموضوع؟ مع احترامي لكلام الدكتور باباو، هذا ليس صحيحا. في كتابه اللي أشرت إليه، في كلامه في مجلة الهلال في ديسمبر سنة 70، في حديثه مع سناء السعيد في مجلة الأسبوع، يلوي عنق الآيات القرآنية لتشهد للعقائد المسيحية كما صنع بشوي. نحن أمام فكر مؤسسي وليس مجرد خطأ وقع فيه بشوي. طيب إذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن تجاوز وتدارك هذا الموضوع وتجاوز هذه المرحلة، هذه الأزمة، واحتواء الأزمة أو أي ضرر قد ينتج عنها؟ نعم، هذا سؤال عظيم ومهم. أن تعود الكنيسة إلى رسالتها الروحية، وأن يندمج الأقباط في مؤسسات الدولة فتحل مشاكلهم مع مشاكل الأغلبية، وألا يكون هناك اختراق من الغرب واستقواء بالغرب ومحاولة لتفتيت وحدة مصر لتكون مجتمع طائفي كلبنان والعراق. إذا أنا أقول تعود الكنيسة إلى رسالتها الروحية وتترك السياسة والإدارة للمؤسسات السياسية والمؤسسات الإدارية. أما أن تتحول الكنيسة إلى دولة ليس داخل الدولة وإنما فوق الدولة، ويعلن البابا شنودة أنه لن ينفذ أحكام القضاء، لن ينفذ القانون. نعم، لو صدر هذا عن شيخ الأزهر أو عن قاضي مسلم كانت الدنيا تقوم ولا تقعد. إذا الدولة الرخوة المتهاونة جعلت هذه الكنيسة مؤسسة دولة سياسة فوق الدولة، يعني إذا لم تعد الكنيسة إلى دورها العدوى تداركها. شكرا لك. من القاهرة المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة. العدوى لم يعتذر عن كلمة واحدة، وهذا ليس صحيحا. العدوى بالأمس في الصحف
قال لم أتنازل ولم أعتذر عن كلمة واحدة. العو اتكلم عن الكنيسة كمؤسسة مهيمنة فوق الدولة وداخل الدولة. أما موضوع السلاح ده كان كلام في السؤال من أحمد منصور، يقال إن الكنائس فيها أسلحة، وكان كلام عن سفينة جاية من إسرائيل فيها مفرقعات وحقق فيها النائب العام. العو لم يتجاوز حدوده ولم يعتذر عن كلمة. محمد عمار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، شكرا لك من القاهرة.